السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عايز اسمي، واليوم جايبكم مقطع جديد. طبعا في هذا الفيديو راح اتكلم عن اغرب القضايا والمحاكمات في العالم. قبل ما ابدا المقطع لا تنسون بزر اللايك واشتركوا في القناة. طبعا اتوقع وايدين منكم سمع بالمحاكم والقضاءات وهالاشياء، وان الواحد يوم يذنب او يسوي جريمة لازم يودونها عند المحكمة وهناك ياخذ جزاءه. لكن قديما في العصور الوسطى كانوا ما يفرقون بين عاقل وغير عاقل. انتم متخيلين ان قديما كانوا يسوون محكمة حق الحيوانات؟ يعني مو ناس ونقول عنهم حيوانات وهذا، لا هم حيوان صدقين، كلب بقرة عنزة تيس، هم حيوان صدقين ماخذينهم مودينهم المحكمة. تفاصيل هالقصة وايدة وياخذ مني وقت على ما اشرح لكم. واغلب هاي القضايا اللي راح اتكلم عنها صارت في فرنسا، وفي منهم في المانيا وفي دولة مثل امريكا والاشياء، لكن اغلب القضايا صارت في فرنسا. انا ما ادري عاد الفرنسيين قبل ما كان عندهم عقل، ما كانوا صاحيين، اتوقع للحين ما عندهم عقل. فيلا خلينا نبدا. راح اتكلم عن اول قضية وصارت في فرنسا، والقضية كانت محاكمة ثور. الثور هذا كانت قضيته انه هرب او شرد من حظيرته، وراح شاف واحد في الشارع هاجم عليه وقتل الرجال. فجابوا الثور للمحكمة. انا ما ادري ايش قالوا مدخلين الثور جيب في المحكمة، وهناك شافوا ان الثور مذنب وانحكم عليه بالاعدام. والمصيبة ان تم تنفيذ الحكم بعد. والله انا ما ادري من الثور هني، القاضي ولا الثور نفسه. وفي سنة 1474 عام 1474 تمت محاكمة ديك، لسبب غريب ومضحك يعني نوعا ما. تمت محاكمة هذا الديك لأنه باض بيضة. طبعا اللي يربون دياي أو دياجة أو هذا يدرون إن في بعض من الدياجة يبيضون أحيانا، تكون بيضة شي صغيرة، وهم يعني في ذيك الأيام عندهم من الديك مذكر، والدياي أو الدجاجة هي المؤنث. إن الديك هذا المفروض الرجال ما يبيض، يعني شو ديك يبيض بعد شي يسوي يعني بعد شي يسوي ديك وباض ابتلش بعمره، ما يدري وين يروح، ما يدري من الفضيحة ولا من اللي بيذبحونه وهذا. فهناك ثارت الشكوك حوالين هالديك، واتهموه بأنه ديك شيطاني، وأن البيضة اللي باضها استغفر الله داخلها شيطان صغير. السالفة يعني نوعا ما تضحك يعني، بس كسر خاطري هالديك. فهناك هذا حكم عليه بالإعدام، استغفر الله، في ميدان عام، هذا قدام كل الدياجة عشان يصير عبرة لهم. عاد من قدام ربعه عشان يصير لهم عبرة. أي ديش فيه بيضة راح يمسك نفسه، أموت ولا أبيض. وفي عام 1386 في فرنسا في قضية جدا جدا غريبة، وهي محاكمة النمل. هالنمل الصغير عرفتوا اللي تاخذه وتفقسه، وهذا ماخذينه ومودينه المحكمة. شو مسوي يا نمل؟ والله ما ادري، لقيت نفسي في المحكمة. المهم كانت تهمة النمل هذا انه عض او لدغ وجه طفل وتسبب في موته. النمل هذا عضوا ياهل ومات هالياهل. قاموا الفرنسيين اشتكوا عليه، او الولد هذا خلينا نقول راح واشتكى عن النمل هذا. يا قاضي طويل العمر ما ادري شو هذا، النمل هذا قتل ولدي. والنمل يعني مسكين، كانت الأدلة كانت القضايا كلهم ضده يعني. فبعدين قرروا ان اتفقوا ان النمل هذا مذنب وانحكم عليه بالاعدام قدام كل الناس. يعني النمل عاض ولدك، خذ النعال واضربه او رش مبيت، يعني رايح محكمة مقوم القاضي من النوم عشان النمل، استغفر الله. ومن احد هالقضايا كانت محاكمة خنزيرة، لان الخنزيرة هذه قامت بقتل طفل.
ف فهم شافوا ان الخنزيره هاي مذنبه ويابوها المحكمه، وافرجوا عن اطفالها السته، لان ما كان في اي ادله تدينهم. زين، وبعدين قرروا انهم يعدمون الخنزيره هاي. بعد انتم ديروا بالكم على اهلكم كل شوي خلينهم شي على الخنازير وهذا. بس انا ما ادري يعني كيف عدموا شنقا. تخيلوا شانقين خنزير كيف شانقينه. وفي احد هالقضايا قاموا بمحاكمه كلاب. ليش؟ شو مسوين هالكلاب؟ الكلاب هذيلا كانوا يعني كلاب بوليسيه، كلاب مال حراسه وهذا. وكان في هذا كم واحد من المجرمين هربوا او شردوا من زنزانتهم. انا ما ادري كيف هم طافوا، والكلاب يعني كانوا ما حسوا فيهم، الظاهر نايمين من التعب وهذا. فعقب انحكم على سووا محاكمه حق هذول الكلاب، ان ليش نايمين؟ ليش ما سويتوا شغلكم يعني؟ هذول شردوا وانتم للحين نايمين، انتم محكومين بالاعدام. وتم تنفيذ الحكم على هالكلاب المساكين. وكانت الحيوانات احيانا ما تنعدم بسبب ذنب هم ارتكبوه، كانوا احيانا ينعدمون بسبب ذنب تم ارتكابه من قبل البشر. زين يا الجسمي، كيف يعني ذنب من قبل البشر؟ الحين بتعرفون مره في احد الولايات الامريكيه، في ولايه من امريكا قصدي، تمت محاكمه واحد يقال له مستر بوتر، وكان هذا معروف بين ابناء قريته وهذا، وكانوا يقولون عنه انه هو شخص محترم وهذا. لكن في يوم من الايام اكتشفوا ان مستر بوتر هذا الانسان الدين التقي وهذا نايم جنب بقره، او خلينا نقول اكتشفوا انه كان يمارس الجنس مع بقره. استغفر الله. ومو بس كانت بقره وخنزير وكلب، حتى كلب العائله ما استلم منه، يعني كلب بعد مو كلبه يا كلب. زين هذا والمشكله انهم حاكموا هو والبقره. زين والباقي الحيوانات اللي في الحظيره ليش ما حكمتوهم؟ حاكموه هو والبقره، وتم الحكم عليهم بالاعدام بتهمه ممارسه البهيميه. زين هو حمار عنده مخ وصاير مسوي كذي وياها، هي البقره المسكينه هذا شو ذنبها؟ زين وعقب ما ذبحوها كلوها ولعقوها بعد ما يندرى. الى هنا وصلنا الى نهايه المقطع. اتمنى ان المقطع عجبكم. اذا عجبكم لا تنسوني بزر اللايك واشتركوا في القناه. كان معكم اخوكم علي الجسمي، مع السلامه.